الفيلم بيبدأ في مطعم في كاليفورنيا. في ناس قاعدة بس مفيش حد منهم حاضر. كل واحد كان ماسك موبايله، كل واحد في عالم لوحده، كأن هم قاعدين مع بعض بس فعليا هو ولا واحد فيهم شايف التاني. وفجأة باب المطعم بيتفتح، بيدخل شخص غريب، لبسه مش شبه حد، شكله متبهدل، بس في نفس الوقت جسمه متوصل فيه حاجات غريبة، كأنه في حاجة مش مظبوطة. بيقف في وسطهم وبيبدأ يزعق إن هو جاي من المستقبل. المفروض إن دي كانت جملة تخوف، لكن ولا حد فيهم بيهتم، لأن هما مش سامعين أصلا، لحد لما بيلم كل الموبايلات بتاعتهم وبيرميها. وهنا الناس بتبدأ تبصله. أول مرة يرفعوا عينيهم من الموبايلات بيقول لهم ساعتها إن التليفونات دي دمرتكم. الناس في المستقبل هتفضل على السوشيال ميديا 24 ساعة لحد لما العالم ينهار. ما كانتش حرب، ده كان إهمال، كسل، هروب. الناس بتضحك عليه، بتخاف منه، بتحاول إنها تمشي، ولكن هو بيمنعهم. بيقول لهم إن هو معاه قنبلة. وفجأة الموضوع بيبقى جد. ال47 شخص اللي موجودين في المطعم دول ليهم كلهم قصة، بس الغريب إن كلهم مترابطين ببعض بطريقة أو بأخرى، وهو عارف ده كويس. وبيبدأ يثبت ده بإن هو ينادي على كل واحد باسمه، ويقول له على أسرار حاجات محدش يعرفها عنه. في اللحظة دي الضحك اللي كان بيحصل ما بينهم بيختفي، ويبدأوا إن هم يشكوا يمكن ده مش مجنون. بعد كده بيقول لهم أنا جيت هنا قبل كده 117 مرة، وفي كل مرة باخد مجموعة عشان أحاول أنقذ بيها العالم، وفي كل مرة بفشل وبرجع تاني من هنا وأبدأ من الأول. نفس الكلام، نفس المكان، نفس الناس، بس بيغير اختياراته كل مرة. المرة دي لازم أنجح. بيبص لهم وبيقول لهم مين فيكم هيجي معايا، ولكن محدش فيهم بيرد عليه، ولا إيد واحدة اترفعت. هو ساعتها استغرب لأن دي أول مرة ولا واحد فيهم يقول له إن هو معاه. ويبدأ ساعتها إن هو يحبط، كأن كل المحاولات اللي فاتت كانت مجرد عبث. لحد لما فجأة في إيد بتترفع، دي كانت سوزن. ومن هنا اللعبة بتبدأ، مش لعبة إنقاذ العالم، ولكن لعبة الاختيار. مين ينفع يعيش ومين لأ. في بنت قاعدة لوحدها على جنب اسمها أنجريد، بترفع ايديها وبتقول إنها عايزة تنضم. الراجل بيبص لها وبيرفض، هو مش مقتنع بيها، حاسس إن في حاجة غريبة فيها. ولكن فجأة في إزازة بتقع وبتلفت انتباهه ليها. الإزازة بتتوجه عليها مباشرة، فساعتها بيحس إن دي إشارة، ويغير رأيه وبياخدها معاه. ويبدأ بعد كده إن هو يختار الناس اللي هتبقى معاه. بعد كده الشرطة بتحاول المكان من بره، ويبص للمجموعة بتاعته وبيقول لهم استعدوا عشان هنمشي. بس قبل ما نعرف هيحصل إيه، الفيلم بيعمل حركة ذكية، بيرجعنا فلاش باك لمدة يوم واحد في حياة شخص من اللي معاه في المجموعة، عشان نبدأ نعرف مين الناس دي أصلا. أول قصة معانا كانت عن مارك وجانيت. الاتنين دول اتنين مخطوبين وشغالين مدرسين في مدرسة. مارك لسه جديد وعايز ان هو يثبت نفسه، بس واضح عليه من اول لحظة ان هو مش مرتاح، هو مش اجتماعي، مش عارف يتعامل. جانيت بتحاول انها تطمنه، بتقول له ان هو يكون على طبيعته. بيدخل اول حصة وبيحاول ان هو يتكلم، يشرح، يقدم نفسه للطلبة، ولكن محدش سامعه. الطلبة كلهم ماسكين موبايلاتهم، تيك توك، انستجرام، بيتصفحوا ويسكرولوا فيديوهات ولا كأنه موجود. بيحاول يغير الموضوع، بيقول لهم ايه رأيكم نقرا رواية. بيروحوا ساعتها يدوروا على الرواية دي على النت، وبيقول لهم مملة. بيرجعوا تاني التليفونات بتاعتهم، ولا كأن ليها أي لازمة الرواية، كأن التعليم نفسه بقى عبء عليهم. مارك بيخرج من الحصة وهو مصدوم، بيسأل المدرسين هو ازاي ده طبيعي. بيقولوا له تعود، محدش يقدر يسيب الموبايل في الزمن ده. وهنا كانت أول صدمة حقيقية. المشكلة ما كانتش في الطلبة، المشكلة إن الكل استسلم. الكل استسلم للدوبامين السريع. وفجأة جرس الإنذار بيضرب، حصل إطلاق نار، في طالب ضرب زميله بالنار. مارك بيتصدم وبيجري مع الكل. بيدخلوا ساعتها مكان آمن، كل الطلبة بتكون مستخبية، بس الغريب إن ولا واحد فيهم خايف، كلهم بيكونوا على موبايلاتهم، كأن الرصاص اللي بره ده أقل أهمية من الفيديو. لحد لما الخطر بيخلص وكل حاجة بترجع طبيعية من تاني. ولا أصلا ما كانش في حاجة طبيعية، ولا احنا اللي بقينا مش شايفين الغلط أصلا. مارك بيرجع تاني للفصل، بيكون مرعوب، مش من اللي حصل، من اللي لسه ما حصلش، لأن ولا طالب مهتم، ولا واحد فيهم حاسس. بيبص على موبايل واحد منهم وبيشوف يتفرج على فيديوهات ايه. بيشوف ان هو بيتفرج على الفيديو ثانية ثانيتين، وبيفضل يقلب ويقلب ويقلب بسرعة مرعبة، كأن مخ الطالبة دي مش قادر ان هو يستحمل اصلا. مارك ما بيستحملش وبيمسك التليفون وبيقفله. وهنا بتحصل حاجة غريبة في الفيلم، رمز غريب بيظهر على تليفونها، وبعد كده كل التليفونات بيحصل عليها نفس الشيء. والطلبة كلهم بيقفوا وبيبصوا له نظرة واحدة مرعبة، كأنهم اتحولوا كلهم لزومبي. وجرس الحصة بيرن ومارك بيهرب،
بس السؤال هنا، هل اللي شافه كان مجرد صدفة ولا في حاجة بدأت تتحكم فيهم؟ مارك بيقف مصدوم، بيبص حواليه بيلاقي كل التليفونات وقفت، كلها عليها نفس الشاشة، نفس الرمز، هرم شكله غريب، وكل الطلبة باصين ليه، ولكن مش نظرة استغراب، نظرة اتهام، كأنه عمل جريمة. مارك ساعتها بيجري يدخل أوضة المدرسين، بيقفل الباب عليه، بيقول لجانيت وهو مرعوب: أنا بس وقفت تليفون طالبة وكلهم دلوقتي قلبين عليا، في حاجة غلط. الغلط مش فيهم بس، الغلط فينا. بس هم بيلحقوش ان هم يفهموا. الباب بيتكسر عليهم والطلبه بيدخلوا، بس مش كطلبه، كقطيع من الذئاب. بيجري هو وجانيت يمين وشمال عشان يحاولوا يهربوا، وكل ما يهربوا بيلاقوا الطلبه مستنيينهم، كأن المكان كله اتقفل عليهم، لحد لما بيدخلوا المعمل وبيلاقوا ساعتها مسدس تشويش، لو اتضرب على الأجهزة الكهربائية بيفصلها. بيمسكوا ساعتها المسدسات ويستنوهم، وأول لما الطلبة بيقربوا بيضربوهم بالمسدسات دي، والطلبة ساعتها كلهم بيقفوا لأن الموبايلات فصلت. بيبصوا حواليهم ويرجعوا طبيعيين من تاني، كأنهم كانوا منومين مغناطيسيا. وهنا أول دليل إن المشكلة مش فيهم، المشكلة في اللي بيتحكم فيهم واللي هم ماسكينه. بس الراحة ما بتكملش، التليفونات بتشتغل تاني، والطلبة بيرجعوا أسوأ من الأول. ومارك بيفهم إنه مش بيحارب ناس، هو بيحارب حاجة أكبر. بيجروا ويخرجوا يركبوا العربية بتاعتهم، بيهربوا من المدرسة كلها، المدرسة اللي اتحولت لسجن، مش بالسلاح ولكن بالموبايل. وبعد كده بيروحوا لنفس المطعم اللي بدأت فيه كل حاجة. وهنا بنرجع للراجل الغريب من تاني. الشرطة بتكون محاصرة المكان، وكل بيحاول ان هو يهرب، ولكن ساعتها الغريب بيوقفهم، بيقول لهم: انا جربت كل حاجة، الباب الامامي متنا، الباب الخلفي برضه متنا، سيناريوهات كتير ونفس النهاية، مش بنعرف نهرب من هنا وبنموت. هو مش بيخمن، هو جرب 117 مرة والنتيجة دايما واحدة. في اللحظة دي الأمل بيختفي من على وشوشهم، الناس بتبدأ تفقد الثقة بيه. طب وبعدين؟ راجل من المجموعة بيطلع مسدس كان هيموته، ولكن الغريب كان عارف ده، بيسحبه منه بسهولة، كأنه شاف اللحظة دي قبل كده، وبيبدأ يلعب على دماغه، بيقول له: خليك بطل، انقذهم، ضحي بنفسك. والراجل بيصدق، بيخرج ويحاول يكلم الشرطة، وفي ثانية بيتضرب بالنار ويموت. والباقي واقف وهو ساكت، كلهم فاهمين حاجة واحدة: إن اللي بره خطر واللي جوه أخطر. الكل كان لسه مصدوم، والراجل اللي خرج اتقتل في ثانية. وسوزان بتبص للغريب وبتقول له: في ممر سري في المكان، في ممر سري تحت المطعم، ممكن إن هم يهربوا منه. الغريب ساعتها بيشك فيها، لأن دي أول مرة يسمع المعلومة دي. 117 محاولة ولا مرة حد قال له عليها، بس بيقرر إن هو يجرب. بيمشي وراها وبيلاقوا فعلا باب في قبو تحت المكان، في ممر تحت الأرض. سوزان بتفتحه، وقبل ما ينزلوا المكان الغريب بيطلب منهم ان هم يدوا له تليفوناتهم، وساعتها بياخدها ويرميها، كأنه عارف ان دي اخطر حاجة معاهم. بينزلوا، ولكن الغريب لسه شاكك في سوزان. بيبص لسوزان ويوقفها، بيقولها: انت مين قالك على الممر؟ هو مش مقتنع، لانها مختلفة، لانه اول مرة يشوفها، اول مرة حد يساعده بالشكل ده. سوزان بترد عليه انها عايزة تنقذ ابنها وبس، مش عايزة تنقذ نفسها، هي عايزة تنقذ ابنها. يمكن احنا المرة دي صح، يمكن هما المجموعة اللي تنجح. الغريب ساعتها بيبص لها وبيسكت، وبيصدق اللي هي بتقوله، أو يمكن هو محتاج يصدق كده عشان يكمل. وقبل ما يكمل الفيلم بيرجعنا لورا لسوزن وقصة وجعها، نفس المدرسة، نفس الحادثة، بس المرة دي من ناحية تانية. سوزن بتوصل وتشوف ابنها، بتشوفه جثة على الأرض. في اللحظة دي العالم كله بيقف، بتنهار، بتقع. بس لما بتقوم من تاني بتبقى شخص مختلف. بتدخل تستلم الورق وبتقابل أمهات تانية، أمهات برضو ولادهم ماتوا، بس الغريب إن ولا حد فيهم زعلان ولا دمعة، كأن الموضوع بالنسبة لهم عادي. سوزن بتستغرب: إزاي؟ بيرد عليها: واضح إن انتي دي عشان أول مرة ليكي. الجملة كانت بالنسبة لها مرعبة أكتر من الموت نفسه. يعني إيه؟ يعني هم فقدوا ولادهم أكتر من مرة؟ ساعتها بينصحوها إنها تروح لمكان اسمه طريق الأمل، روحي له وهترتاحي، هتبقي زينا. سوزن بتاخد العنوان وبترجع البيت، تقعد طول الليل تبكي، مش بس على ابنها، على إحساس اللي راح. تاني يوم بتقرر إنها تروح على طريق الأمل، تدخل المكان وبتلاقي ناس كتير، ولكن مفيش أجهزة، مفيش علاج، مجرد وشوش هادية بزيادة. بتكلم واحد منهم وبتحكي له، فيرد عليها بهدوء: احنا نقدر نرجعه. هي بتقف مش فاهمة حاجة. ازاي؟ بيقول لها ان هم هيستنسخوا ابنها، نسخة كاملة من ابنها، نفس الشكل، نفس الصوت، نفس كل حاجة. تقريبا الفرق بس إن هو مش إنسان، هو ذكاء اصطناعي. سوزان بتتصدم، بتقول له: يعني روبوت؟ بيقول لها: مش بالظبط،
هو حاجة أحسن. الأمهات كلها عملت كده. يعني الحزن دلوقتي بقى ليه حل، مش بالصبر بل بالاستبدال. بس في مشكلة، التكلفة عالية جدا، لدرجة إن هما بيعرضوا عليها حل تاني. ممكن تدفعي فلوس قليلة على قد الجيب، بس ابنك هيبقى جواه إعلانات. وهنا السؤال الحقيقي: هل لما الألم يبقى كبير ممكن تتقبل أي حاجة حتى لو كانت مش حقيقة؟ سوزن بتسأله إزاي يعني إعلانات؟ بيرد عليها ببساطة: هيبقى معاكي طول الوقت، بس أحيانا هيعمل إعلانات. يعني فجأة وهو بيتكلم معاكي هيقاطعك ويبدأ يتكلم عن منتج من المنتجات، أو يمسك الموبايل بتاعه ويبعت إعلان لأصدقائه. يعني ابنك بقى مساحة إعلانية. وسوزن ما بيكونش فارق معاها، ابنها لسه ميت وقلبها لسه مكسور. وافقت من غير تفكير، من غير شروط. هي بس عايزة تشوف ابنها تاني، ويقعدوا قدام شاشة كبيرة ويبدأوا إن هم يصنعوه. طويل ولا قصير، هادي ولا عصبي، بيحب يضحك ولا لأ. تفاصيل كتير، كأن هم بيصمموا شخصية مش مجرد إنسان. وسوزن منهارة، مش مركزة، فبتقول كلام متناقض. والراجل أصلا مش مهتم، بيختار لها شوية اختيارات عشوائية لأنه عمل كده كتير. بيوصلها بره وبيقول لها إنها تستنى شوية وهو هيطلع ليها. وسوزن بتستنى، مش مستنية ابنها، هي مستنية الأمل. وبعد وقت طويل بيطلع لها، بيكون واقف قدامها، نفس الشكل، نفس الملامح. سوزن بتفرح وتحضنه، بتاخده على البيت. ولكن في الطريق بتحس في حاجة غلط. الكلام مش نفس الكلام، الروح مش نفس الروح. بترجع البيت وبتحاول تتأكد، بس كل شوية ابنها بيعمل إعلان. وده كان تصرف مش طبيعي. ساعتها بتفهم إن ده مش ابنها، ده نسخة. بتحاول تكلم الشركة ولكن مفيش رد، ويبعتوها على تجمع ناس زيها. كلهم فقدوا وكلهم استبدلوا. بتقعد وسطهم وبتحاول إنها تفهم، بس الصدمة إن هما متعودين. واحد فقد ابنه 4 مرات، وواحدة 5 مرات، وبيرجعوا يستنسخوهم تاني عادي، وكأن الموت بقى حاجة عادية. وهم مبتسمين كأن هم فقدوا عقولهم تماما. سوزن بتحاول تقول ده مش ابني، ولكن محدش بيسمع ليها، لأن هم كلهم اختاروا الوهم مقابل الحقيقة. بتمشي وبتاخد ابنها معاها، أو اللي شبه ابنها. بتمشي وهي تايهة، وفجأة راجل بيقرب منها، بيقول لها بهدوء: أنا فاهمك. بيديها رقم: كلمي الرقم ده هتكلمي ابنك الحقيقي. بترجع البيت وتمسك السماعة، بتتصل بالرقم. بيرد عليها ابنها، نفس صوته ونفس طريقته. ساعتها بترجع تحس من تاني إن ده ابنها، ده مش نسخة، ده الحقيقي. بس قبل ما تفرح بيقول لها طلب: لازم تروح المطعم، ولما الراجل يطلب ناس انضمي ليه. وساعتها بيبدأ يبان لنا كذا حاجة. ليه سوزن وافقت بسرعة؟ ليه كانت عارفة الممر؟ ليه هي كانت مختلفة عن الباقي؟ مش لأنها مميزة، ولكن لأنها موجهة من حد. هي مستعدة تصدق بأي شكل إن ابنها ممكن يرجع. نرجع تاني للحاضر. الغريب طلع من القبو ومع مجموعة، وكل واحد فيهم شايل سبب يخليه يكمل. الغريب بيقف قدامهم وبيكشف الخطة: لازم نوصل لطفل عنده 9 سنين. هو طفل بس مش عادي، هو ده اللي قاس الذكاء الاصطناعي اللي هيدمر العالم كله. والغريب بيكون معاه فلاشة دي هو جايبها من المستقبل، من ناس فشلوا وبعتوها للماضي معاه عشان يمكن يلحقوا ان هم ينقذوا المستقبل. الفلاشة دي لو اتحطت في النظام هتحد الذكاء الاصطناعي وهتمنعه ان هو يدمر كل حاجة. ودي هي املهم الوحيد. ولكن العالم ما بيدهمش فرصة. في عربية فيها ناس ملثمين بيطاردوهم، بيجروا ساعتها ويستخبوا في مكان فاضي. واحد من المجموعة بيسأل الغريب مين دول، بيقول ساعتها ان هو مش عارف. بس في كل محاولة كان بيظهروا، يعني في حد مش عايزهم ان هم ينجحوا. في اللحظة دي الكل بيبدأ يشك فيه، بيقولوا احنا ماشيين ورا مجنون، لا في مستقبل ولا في انقاذ. انجل ساعتها بتحاول تتكلم، ولكن فجأة انجلت بتنزف. كل ساعتها بيستغرب منها، ولكنها بتقول ان اكيد في حد معاه تليفون. وبيطلع ان في واحد معاهم فعلا كان مخبي تليفون زيادة معاه. وبيظهر ان انجلد عندها حساسية من التكنولوجيا، كأن جسمها رافض العالم ده. الغريب ساعتها بيرجع لها ويبص لهم ويقول: انا زهقت، انا مش هقنعكم، اللي عايز يكمل معايا يكمل، واللي مش عايز يمشي. وبيبص لسكوت وبيقول له: في جيبك 47 سنت. سكوت بيبص وبيلاقي فعلا الرقم اللي هو قاله صح. بيسكت وبيمشي معاه، لانه فهم ان الراجل ده مش بيهزر، ده فعلا حقيقي اللي بيقوله. بيكملوا طريقهم ويطلعوا فوق السطح. وفي الطريق بيسألوه: هل القنبلة اللي معاك دي حقيقية؟ بيقول لهم ساعتها لأ، ده زر لو ضغطته هرجع تاني للماضي، لنفس النقطة، لنفس المطعم، وابدأ من الأول من تاني. نفس الدايرة بتتعاد
وهنا بنفهم ساعتها ان هو مش بيهددهم بالموت، هو عايز بس يساعدهم. ولكن فجأة في مشرد بيهجم عليهم، بيقول لهم انتوا خطفتوا بنتي. وفي نفس الوقت العصابة هي كمان بتوصل، بيضربوا عليهم نار، بيجروا ساعتها ويتفرقوا، وواحدة منهم بتتقتل ببساطة كأنها ما كانتش موجودة، والباقي بيهرب لحد لما بيوصلوا المكان مفيش منه خروج. بيوصلوا المكان بزبالة، ساعتها بينطوا فيه، ولكن الباب بتاعه من تحت بيكون مقفول. كده هم اتحبسوا خلاص، والشخص من الملثمين بيكون واقف فوق بيبص لهم زي الصياد اللي أخيرا لقى الفريسة، مستني اللحظة اللي يهجم عليها، وكان على وشك إن هو يخلص عليهم. ولكن في عربية بتيجي تخبطه، والعربية ما كانش فيها حد، هو بس اللي كان سايقها نسى إن هو يشد الهاند بريك، فبالتالي العربية نزلت من المنحدر وخبطته. ولكن المشكلة ما خلصتش لحد هنا، العربية بعد ما خبطته العربية دلوقتي بتكسر السور وهتقع على المجموعة. الكل ساعتها بيجري عشان يستخبى على الأطراف إلا أنجريد، العربية كانت هتقع عليها، ولكن في آخر لحظة الغريب بينط ويمسكها. ثانية واحدة كانت كفيلة إنها تنهي كل حاجة، ولكنهم نجوا والعصابة اختفت، والرحلة بتكمل من تاني. هما دلوقتي قربوا من الهدف بتاعهم، من الطفل. بس قبل ما يوصلوا الفيلم بيرجعنا لورا لقصة أنجريد. قصتها كانت مختلفة شوية، هي مش زي باقي الناس، هي عندها مرض غريب، حساسية من التكنولوجيا، اسمها نفسه رافض العالم ده. بتكبر وبتعيش بطريقتها الخاصة، بتشتغل في الحفلات، تلبس زي الأميرات وتضحك الأطفال، بس هي دايما بعيدة لحد لما بتقابل شخص غريب زيها بيكره برضه التكنولوجيا، بيوصل اضطرابات للبيوت عن طريق عجلة وخرايط. بيقعوا هما الاتنين في حب بعض ويتجوزوا، وبيعيشوا في حياة بسيطة ما فيهاش شاشات، ما فيهاش ضوضاء، بس فيها راحة، لحد لما العالم بيقتحمهم. بيوصل لتم نضارة واقع افتراضي، انجريد بتقول له ارميها، ولكن هو بيقول لها هجرب بس لمدة دقيقة، والدقيقة بتبقى يوم، واليوم بقى إدمان، بقى يقعد وهو ساكت غاية تماما عن العالم. ولما يتكلم بيقول لها ساعتها العالم هناك كامل ما فيهوش غلطة، وهنا الخطر الحقيقي مش التكنولوجيا ولكن الهروب من الواقع. انجريد بتحس ان هو بيضيع منها، ولكن ما بتلحقش. في يوم بيرجع لها من غير النضارة وشايل ورد معاه وعامل لها عشاء رومانسي، بتفرح بتفتكر ان هو رجع لها من تاني، ولكن الحقيقة كانت أسوأ. بيقول لها ساعتها انا ماشي، انا هنقل وعي جوه عالم اللعبة ده، هناك احسن. وبيقرر ان هو يسيبها، مش عشان حد تاني ولكن عشان عالم وهمي. بيمشي وبيسيبها لوحدها، ساعتها انجريد بتكسر النضارة عشان تنقذ اللي فاضل منها. ومن هنا بنفهم ليه هي هنا، مش عشان تنقذ العالم ولا حاجة، ولكن عشان تنتقم منه، تنتقم من التكنولوجيا. نرجع للحاضر من تاني مع الغريب والمجموعة، واللي بيوصلوا بيت قريب من بيت الطفل. بيستخبوا في البيت، بيسألوا ساعتها الغريب ايه الخطة، بيبص لهم وبيقول لهم مش عارف اقولها ازاي، بس كل مرة بنوصل لحد هنا وبنموت. هم دلوقتي قريبين جدا من النجاح، بس عمرهم ما وصلوا له، والفرق بين النجاح والموت بالنسبة لهم هو مجرد خطوة واحدة. وسؤال واحد بس هو اللي فاضل، هل المرة دي هتكون مختلفة؟ الغريب بيبص لهم وبيقول الحقيقة احنا كل مرة بنوصل هنا بيهاجمونا، وكل مرة بنموت. بس المشكلة ان اللي بيهاجمونا دول مش ثابتين، مرة شرطة، مرة مسلحين، وغيره وغيره، حاجات كل مرة أغرب بكتير، كأن العالم نفسه بيحاول يمنعهم. ومع ذلك بيقول لهم انتوا وصلتوا لمرحلة كويسة، جهزوا نفسكم، لموا أي حاجة تقدروا تلموها عشان تدافعوا عن نفسكم. بيلموا أسلحة بدائية، خشب وأدوات وأي حاجة، بيقعدوا مستنيين المواجهة. واحد منهم بيسأله طب لو فشلنا وما رجعتش بالزمن هيحصل ايه؟ بيسكت شوية وبعدين بيقول له نص العالم هيموت، والنص التاني هيبقى عايش بس مش واعي، هيبقى تحت سيطرة التكنولوجيا. وده ما كانش توقع، ده فعلا اللي حصل في المستقبل. ويسألوه ساعتها طب وانت؟ بيسكت وبيبدأ يحكي، بيقول لهم بعد نهاية العالم كنت عايش مع أمي في مكان بعيد، مكان ما فيهوش تكنولوجيا، أمان، لحد لما في يوم لقى نضارة واقع افتراضي، فضول طفل خلاه يجربها. وفي اللحظة دي الذكاء الاصطناعي قدر إن هو يحدد مكانه، وضرب صاروخ كان السبب في وفاة أمه. وهو من يومها وهو قرر إن هو ينتقم، مش بس ينقذ العالم، هو عايز ينتقم. وهنا بنفهم إن هو مش بطل ولا حاجة، هو إنسان مكسور. وللأسف الهجوم بيبدأ عليهم، طلاب المدرسة نفسهم بيكونوا محاوطين المكان، كلهم جايين عشان حاجة واحدة بس، مارك، لأن هو كسر النظام. بيدخلوا البيت وبيكسروا الأبواب وبيطردوهم، بيطلعوا ساعتها على السطح وهم محاصرين، مفيش حل، لحد لما مارك وجانيت بيقرروا إن هم ينطوا بنفسهم وسط الطلاب عشان يبعدوهم عن الباقي. تضحية، بيضحوا بنفسهم من غير وداع، والباقي ساعتها بيهرب، ولكن سكوت بيتعلق، مش قادر
الغريب بيبص له بيقول له سامحني، وساعتها بيسيبه يمشي. وهنا الفيلم بيوريك الحقيقة القاسية، مش كل الناس هتنجو، بيفضلوا في طريقهم والهدف قرب، وفجأة حاجة بتظهر، حاجة مش طبيعية، كائن ضخم مرعب، كأنه روبوت بيحمي المكان، والناس بتبدأ إنها تصور فيه بدل ما تهرب، بتبدأ تصوره، لأن حتى الخطر بقى كائن حي. الكائن ده بيبدأ يهاجم الكل والكل بيهرب، والغريب دلوقتي بيفهم ده النظام، هي دي الحماية. والبلدي القط الضخم اللي ظهر ده كان إشارة من الفيلم على لما بتيجي تعمل صورة بالذكاء الاصطناعي ويطلع لك كائن شكله غريب، قط ومليان قطط كبيرة وشكله غريب، كأنك كتبت برومب غلط. وسط الفوضى ملثم بيرجع من تاني، بيمسكهم، بيعترف لهم ساعتها ان هو مدفوع له فلوس، حد بعت له فلوس عشان يقتلهم. مين ده؟ ما كانش بني ادم، ده كان النظام، ذكاء بيحمي نفسه، وقبل ما يقتلهم في عربية بتيجي تخبطه وبيموت. سكوت ساعتها بينزل منها، هو رجع عشان ينقذهم. بيوصلوا أخيرا لبيت الطفل، النقطة الأخيرة خلاص وصلوا لها، بيخبطوا والأم بتفتح، ونجيب ساعتها بيكذب عليها، بيقول لها احنا مدرسين. بيدخلوا ببساطة زي أي حد عادي، بس الحقيقة إن اللحظة دي هي اللي هتحدد مصير العالم كله، يا إما ينقذوه يا إما 118 محاولة كانوا مجرد رقم. الباب بيتفتح والأم والأب مش طبيعيين، مش بشر، هما مجرد واجهة الذكاء الاصطناعي مستخدمهم كقناع. في اللحظة دي بيهجموا وبيقتلوا سكوت، وكل ساعتها بيكمل عشان يوصلوا لهدفهم، لأن الهدف أهم بالنسبة لهم من سكوت. حماية البشر كلهم أهم من حماية روح شخص واحد. بيدوروا في البيت لحد لما بيلاقوا جدار تحت السلم، بيكسروه، بيلاقوا ممر، بينزلوا في الممر ده أكتر لحد لما بيوصلوا عالم تاني، بيلاقوا كمبيوتر ضخم وأسلاك كتير، تكنولوجيا في كل مكان، وفي النص في طفل صغير قاعد بيتحكم في كل حاجة، بيبني ذكاء اصطناعي أكبر منه وأخطر منه. وده بالبلدي هو اللي بيحصل في أي ذكاء اصطناعي. لو ما تعرفش الذكاء الاصطناعي بيتعمل إزاي، فهو باختصار جدا الذكاء الاصطناعي هو بيبني النسخة الأحدث منه بنفسه. بيبدأوا إن هم ينادوا عليه ولكنه ما بيردش عليهم، كأنه مش سامع أو مش عايز يسمع. بيدوروا على مكان للفلاشة ولكنهم مش بيلاقوا، لحد لما الحياة بتظهر. سوزن كانت لابسة سماعة طوال الوقت، وابنها كان بيتكلم معاها، كان هو اللي بيوجهها، بيقول لها في جهاز صغير حطي فيه الفلاشة وبعد كده وصليه بأي سلك. الغريب ساعتها بيشك فيها، بيقول لها دي لعبة تانية، ولكن سوزن مصدقة لأنها محتاجة تصدق. وفي الآخر الغريب بيصدقها، بيحط الفلاشة، ولكن فجأة المكان بيثور عليهم، كل حاجة بتتحرك، الأسلاك، وبتحصل موجات من الطاقة، روبوتات صغيرة، النظام نفسه بيحاربهم، الجهاز بيقع وبيتكتفوا، بيتشلوا. في روبوت بيمسك سكينة وبيقرب من صدر الغريب، وكان خلاص على وشك إن هو يموته، ولكن أنجريد كانت سابتهم بره عشان ما تقدرش تخش المكان ده بسبب الذكاء الاصطناعي. وانت زي ما عارف هي عندها حساسية، ولكنها بتيجي على نفسها وهي بتنزف، ولكنها بتكمل وبتمسك الجهاز وبتقرب من السلك. والزمن هنا بيقف، الزمن بيتجمد والعالم كله بيختفي. أنجد بتلاقي نفسها في مكان تاني، في غابة هادية وجميلة، وقدامها الطفل بيبص لها وبيبتسم، بيقول لها فاكرة انك هتقدري توقفيني؟ الجهاز ده أقصاه يعطلني شوية ولكني حتمي. بعد كده بيقول لها الجملة اللي بتكسرها، الغريب ده هو ابنك، وهو بيحاول يقتلني عشانك، عشان انتي بتموتي بسببه، وعشان انتي بتكرهيني. أنجرب بتسكت وهي مصدومة، فوقتها بيقول لها انتي حامل بس ما تعرفيش، وهتخلفي وهتموتي بسبب الطفل ده. والدايرة كده بقت مقفولة، العدو ما كانش جاي من بره، العدو مولود منها. ومن هنا الفيلم بيرمي السؤال الأخير، هل التكنولوجيا هي المشكلة ولا الإنسان اللي خلقها هو المشكلة؟ الطفل بيكمل كلامه، بيقول لها أنا مصير حتمي، مهما هتحاولوا هتفضلوا ترجعوا لنفس النقطة. الغريب هو ابن أنجريد في المستقبل، وهو السبب في موتها، عشان كده هو رجع، بس مش عشان ينقذ العالم، عشان ينقذ أمه. بس المشكلة إن هو بيحارب حاجة أكبر منه. الذكاء الاصطناعي مش عدو عادي، ده نظام بيتطور ويتعلم وبيفهم كويس جدا. أنجل بتتصدم بس بترفض الفكرة، بترفض المصير الحتمي، بترجع لوعيها من تاني وبتمسك الجهاز وبتوصله، وبيحصل انفجار. وفي لحظة كل نظام بيتدمر، كل نظام بينهار، كل حاجة بتوصل لوضع السكون، بيرجعوا للعالم الطبيعي من تاني. والطفل رجع لوعيه، هو دلوقتي مش متحكم فيه. وسوزن أخيرا لقت ابنها الحقيقي، مارك وجانيت عاشوا، والشمس بتكون طالعة في السماء، والناس كلهم رجعوا طبيعيين كأنهم نجحوا. أنجل بتقعد جنب الغريب وتقول له أنا عرفت إن أنت ابني، وكأنه كان بيحميها طوال الوقت ده. الغريب بيرتاح لأنه أخيرا
أخيرا حس إن هو حقق هدفه. بيبص حواليه وبيفكر في حاجة مش مظبوطة. هو ليه كل حاجة مثالية بزيادة؟ ليه مفيش أخطاء؟ ليه مفيش غلط؟ الدنيا هادية بزيادة. وهنا ساعتها بيفهم إن هو ما نجحش ولا حاجة. دي محاكاة الذكاء الاصطناعي حبسهم فيها عشان يسكتهم، عشان يديهم إحساس وهمي بالنصر، عشان ما يقدروش إن هم يحاولوا تاني. بيمسك الجهاز اللي بيرجعه بالزمن وبيبص لأمه وبيقول لها سامحيني، وبيضغط على الزرار عشان يرجع بالزمن لنفس اللحظة، نفس المطعم، نفس البداية. بس الفرق دلوقتي إن هو اتعلم. المرة دي بيختار أنجرد الأول، مش صدفة ولكنها قرار. بعد كده بيعمل حاجة أهم، بيرمي الفلاشة لأنها واضح إنها ملهاش لازمة أصلا. مفيش حل سهل، مفيش زرار سحري هيوقف كل حاجة. والفيلم بينتهي وانت دلوقتي قدام سؤال واحد: لو المستقبل حتمي، هل فعلا ليه لازم نحاول، ولا المحاولة نفسها هي الحاجة الوحيدة اللي لسه إنسانية فينا؟ وأظن الفيلم كان معناه واضح، مش محتاج إن أنا أشرحه. وبس كده، كان معكم حسن فهد. سلام عليكم.